بصي، طفلك رجع من الحضانة متخربش ولا متعور؟ طيب، عاوزين نعرف حاجة، ان الاطفال حتى وهم في حضن امهاتهم وفي البيت متعرضين للحوادث والوقوع والجروح كمان، زي فتح الحاجب والخبط في الدقن من تحت والخبطة في الوش وتورم الانف وانه يقع على اسنانه واللجام اللي فوق خلف الشفة العلوي اللي هو اللي فوق يعني يتعور. دي كلها حوادث عادية ممكن تحصل مع الطفل. الوقوع مثلا من على كرسي او الاطفال بتلعب مع بعضها واتخبطوا، ده كله احتمالات الاصابه، ودي مفيش حد يقدر يقول انها مش هتحصل في الحضانه او البيت او المدرسه حتى لو في حضن بابا او اي مكان مهما وصل لدرجه الحرص على التامين ضد الحوادث. لكن مش مقبول ان طفل يرجع متخربش وباين عليه انه اتعور من طفل تاني او حد كبير استفرد بيه، خرابيش وعض في اماكن متفرقه، ومش خربوش واحد او عضه واحده، لا اكتر في اماكن مختلفه وكتيره. ده اللي مش مقبول ابدا، وده معناه ان اللي مسؤول عن الاطفال كان عنده شغلانه تانية ومالها عن العيال اللي مع بعضها، وده اللي اقدر اقول ان هو بيئه غير امنه على الطفل. انا كوني كولي امر المفروض اول ما الاقي حاجه زي الحادثه اللي في الاول الكلام ده، يبقى اولا اسال مين اللي كان موجود واشوف الكاميرات واتصرف بهدوء والتعامل مع الحاله والطفل في الاول. وكمان السؤال الأهم، هل الحضانة اتصلت عليا امتى وحالا ولا متأخرين؟ والمفروض ان في لحظتها علشان انا ابوه او امه لازم اخد انا القرار. ثانيا، اعرف ايه اللي حصل، ولو فيها اهمال هبهدل الدنيا واعمل لهم مشكلة. ثالثا، تصوير الحالة في لحظتها علشان اكلم اقرب دكتور واطمن ان مفيش اهمال، وعلشان اعرف التصرف السليم ايه وامتى نروح على الطوارئ. لكن في الحالة التانية، بمعنى ان العيل اللي استفرد بيه بابني او بنتي، اجيب الكاميرات واتصل على كل قرايبي واصحاب واعمل لهم واستنفرهم كده واقول لهم لا ما يحصلش، واخلي اللي موجودين في المكان اللي ابني حد اتعدى عليه فيه ده اعمل لهم رعب وخليهم ما شافوش ولا هيشوفوا قبله. انا لحمي محدش يقرب ليه. المشرف على العيل مش هقول لكم انا هعمل فيه ايه، انا هعرفه يعني ايه وهعرفه غلطه، يعني ايه طفلي ليه اب يجيب له حقه. هسجل واصور كل الكلام واشوف الكاميرات واطلع على اقرب محامي معرفه وعلى اقرب اسم شرطه يجي يعمل اثبات حاله في الحضانه نفسها، وساعتها اكون اتصرفت صح. قايل للناس مش لعب، وكمان اللي فاتح شغلانه يا اما يكون قدها او يروح يبيع بخور على ناصيه الميدان وما يبهدلش عيال الناس معاه. وبرضه ارجع للدكتور اللي متابع معايا يطمني اكتر على طفلي ويعرفني اعدي اعراض ما بعد الصدمه بالنسبه له دي ازاي، واعالج كمان الخدوش والجروح اللي حصلت. واخيرا، اسوأ بوست تشهير يتعمل على الاكونت بتاعي وعلى جروبات المنطقه وعلى جروبات الحضانات كمان وما اسكتش عليهم. وانا عيالي كده لعبه ولا ايه؟ قولوا لي في التعليقات ايه رايكم انك رحت ملخص كل الكلام علشان خاطر اجمعه بسرعه ويبقى حاجه مرجع لينا كلنا، وفي نفس الوقت الكلام يبقى مختصر. انا خلي العيال وقولوا لي الدنيا اخبارها ايه، وعرفوني في التعليقات. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وربنا يسهل يعني ويقدرنا على تهدئة النفوس. لكن فكرة نزول الحضانة أمر وارد، وبقى رغبة ملحة لبعض الناس اللي عندهم أشغال أو وظائف وبينزلوا من بدري من تاني شهر ورابع شهر وسادس شهر، ودول لهم عذرهم. والأطفال اللي بتتم سنة ونص لسنتين ولسه متأخرين في الكلام دول إجباري لازم ولا بد ينزلوا حضانات لظروف كتيرة عشان ما يبقاش عندهم انعزال مجتمعي وتأخير في الكلام ونبتدي نقول أعراض توحد ولا مش أعراض توحد ولا اشتباه. أنا هاني عصام، وقولوا لي إيه رأيكم.